السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة مرحبا بكم معنا في قناة جليلة تيفي. نتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. نخليكم كيما العادة مع الأخ شوقي بن زهرة. مساء الخير. بونسوار ا توتي ا توس. هلو everyone. أزو الفلاون. مرحبا بالجميع. طبول الحرب تدق وتقرع بين الجزائر والمغرب والبداية من المحبس. موضوعنا الوحيد اليوم سيكون لأنه اللايف خاص بأحداث المحبس، ولكن ما ورد مؤخرا وما ورد في الساعات الأخيرة حول مواجهة عسكرية محتملة ومرتقبة بين الجزائر والمغرب، وسنتكلم على تفاصيل هذا. لكن أول شيء نعود حتى تشوفوا بأنه الأمور هذه ليست روايات أو مجرد ربما كلام، لأنه الكلام ورد البارحة من وزير الخارجية المغربي نصر بوريطة. لكن نرجع لكم الكلام. قلت يوم 8 سبتمبر ليس من باب التزكية الشخصية، لكن حتى تعرفوا بأن المعطيات تاع تحرك عسكري وتاع استفزازات من طرف النظام الجزائري وأين ستكون. كنت تكلمت عليها يوم هذا، تشوفوا يوم 8 سبتمبر الماضي، ومن هنا سنبدأ. قلت أنه كلام خطير صدر من الوزير الأول للنظام الجزائري، سنسمعه بعد لحظات، لم يتم تداوله، حين أشار إلى أن السياق الإقليمي المتوتر مرشح للتطور في تمهيد. هذا ما قلته أنا يوم 8 سبتمبر، إلى ما يتم التحضير له داخل النظام الجزائري عبر تحريك ميليشيات البوليساريو للقيام باستفزازات جديدة في المنطقة العازلة، واستهداف مغاربة مقيمين في الجزائر بعملية ترحيل. استهداف المغاربة واتهامات جديدة بتكوينهم شبكة تجسس، هذا رأيتموه في الأسابيع الأخيرة ورواية شبكة التجسس الأخيرة. ولكن كنت يوم 8 سبتمبر تكلمت على أنه في المنطقة العازلة النظام الجزائري يستعد إلى تحريك ميليشيات البوليساريو. لماذا هذا وكيف وانا كيف كان عندي المعطيات هذه راح نطرق اليه. لكن نشوف اولا وضع النظام الجزائري في الساعات الاخيره والتصعيد الخطير جدا. تسمحوا لي فقط، اريد ربما كان كلام ورد من الرئيس الجزائري المعين تبون، ربما نسمعوه قبل ما نسمعوا الشعب، قبل ما نسمعوا ما قاله. عفوا، هذا هو. نعم، نسمع أولا الرئيس المعين تبون في هذا التصريح، ثم نسمع ما قاله التلفزيون العمومي الجزائري. اسمعوا تبون. فعلا هم عايشين معنا الأشقاء المغاربة. كتبوا وقالوا وادعوا أن الجزائر ستقوم بطرد المغاربة المقيمين في هذا كلام فارغ. هذا كلام غير صحيح، كلام فارغ. هم عايشين معنا الأشقاء المغاربة. كاش واحد يمشي يخدم ولا يقول له انت مغربي ما تخدمش، ولا انت ما داخلين في الشعب، ما كاش اللي يعرفوا باللي مغربي ماشي مغربي. احنا ما نفرقش ومرحبا بهم. انا قلت الشعب المغربي شعب شقيق وبأتم المعنى. هنا تسمعوا في الرئيس المعين تبون. أنا وقتها في تلك الليلة قلت بأنه في الساعات التي بعدها راح تكون عمليات استهداف مغاربة برواية تاع تجسس وغيرها. كاين حتى بعض الأشقاء اللي تواصلوا معي قالوا لي أو تبون قال بأنه الشعب المغربي شقيق وانت تحكي في روايات فارغة. بعد هذا الكلام بساعات تم اعتقال مجموعة من المغاربة عمال في الجبس، في التزيين وزخرفة البيوت، تم اعتقالهم بتهمة التجسس. لكن أنا لماذا رجعت للتصريح هذا؟ حتى تشوفوا القذارة تاع النظام الجزائري والأكاذيب تاعهم وين توصل. تبون يقول لك يا أخي قالوا الشعب. النظام الجزائري ليل ونهار يقول لنا لا الإشكالية. جماعة أطلب منكم فقط، لأنه شفتوا كانت لي صعوبة كثيرة في الدخول في البث، حاولوا تفعلوا بالإعجاب بقوة، تشاركوا البث، والتفاعل يكون إيجابي حتى يغلب لنا التبليغات هذه التي لا تتوقف. قلت لكم النظام الجزائري دائما يقول أنه الرواية مشكلنا مع النظام المغربي اللي دار التطبيع، رغم أنه تبون يروح لأول دولة مطبعة اللي هي مصر دون حرج. معناتها هذه رواية التطبيع رواية فارغة،
ويستهدفنا وحرب الرمال وكذا. والشعب المغربي يقول شقيق. أروحوا نسمعوا الآن القناة الرسمية التلفزيون العمومي ماذا قال بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، اللي هو حدث داخلي مغربي لا يخص الجزائر لا من قريب ولا من بعيد. الغربي 6 نوفمبر 1975. في مثل هذا التاريخ حبكت المؤامرة ضد الصحراء الغربية بمسرحية هزلية نصها أكذوبة وأكبر خديعة في التاريخ، جمع لها الحسن الثاني آنذاك كل المرتزقة والجياع، ما إن علم بوشك رحيل الاستعمار الإسباني. المرتزقة والجياع 350 ألف مغربي. لا يوجد اليوم مواطن مغربي واحد ليس في عائلته شخص شارك في المسيرة الخضراء. 350 ألف مغربي وقتها، والشعب المغربي تقريبا في أغلبيته تعرفوا كان وقتها كانت حالة من الإحباط كبيرة لدى الشعب المغربي، لأن الملايين كانوا يريدون المشاركة، لكن الحسن الثاني رحمة الله عليه حدد العدد ب 350 ألف لدواعي تنظيمية بطبيعة الحال حتى تكون الأمور منظمة في تلك المسيرة. معناتها 350 ألف مغربي من كل العائلات المغربية موجود عندهم درك ناس جدودهم ناس ما زالت عايشة شاركت في تلك المسيرة، يقولوا عليهم في التلفزيون الرسمي الجزائري. هذا راهو التلفزيون الرسمي، ليست قناة خاصة، بالمرتزقة والجياع. معناتها تبون لما كان يقول لك الشعب المغربي شقيق وما عندناش مشكل معاهم، راهم يشتموا في الشعب الآن ليس في النظام المغربي. تحت ضربات البوليساريو ليجتاح الأراضي الصحراوية الجريحة بقوافل من الجياع والحفاة والعملاء وبقايا الاستعمار الفرنسي في طوابير قوامها 350 ألف شخص أمعنوا في ذبح الصحراويين. 350 شخص 350 ألف شخص أمعنوا في ذبح الصحراويين. هذو شعب تعرفوا بأنه حتى ناس من المنطقة العربية دول عربية أخرى شاركت في تلك المسيرة. معناتها الآن راهم يشتموا حتى في الدول الصديقة للمغرب التي شاركت، من بينها الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، وفي شخص محمد بن زايد شاركوا في تلك المسيرة وساروا يقولوا لهم الحفاة والعراة والمرتزقة وبهذه العبارات. لما مرة أخرى نقول تربية بيوت الرذيلة ما يزيد حتى واحد يحاول يراجع لي الكلام تاعي. لما نعطيك حاجة، لما تاخد حاجة من عندي اديها وروح هاني نظاما. وللأسف فئة كبيرة من الشعب إلا من رحم ربي وربما باستثناء منطقة القبائل، اليوم هناك إشكالية أخلاقية كبرى بسبب النظام هذا وبسبب فئة كبيرة من أنصار النظام الجزائري هذا. يعني أنك توصل تشتم 350 ألف مغربي، ملايين المغاربة اللي اليوم راهم يشوفوا تقرير مثل هذا ويقولوا بأنه يتكلموا زعما على طوابير تاع 350 ألف. هادو طوابير تاع 350 ألف ساروا من أجل استرجاع أراضيهم المسلوبة تاريخيا. لكن حنا راهي طوابير على الحليب، راهي طوابير على الزيت، راهي طوابير على درك العلاج تاع الملاريا اللي غير متوفر في الجنوب الجزائري، طوابير من أجل التحاليل لأنه مرض السيدة انتشر في الجزائر، منظومة صحية منعدمة. طوابير اللي شفناها في السنوات الأخيرة في الجزائر هذيك حقيقة طوابير الذل والعار. وحتى إذا كانوا هادو حفاة، معناتها هادو حفاة وراحوا يحروا أراضيهم حفاة، هدروا فيها شرف. يعني السب والشتم في قناة رسمية يعني توصل القذارة والنذارة. شفتوا أنا لماذا لا أريد أن أربط مع هذا النوع من نظام مثل هذا لا من قريب ولا من بعيد. لما تكون إنسان عندك تربية مستحيل أنك تقبل بأمور مثل هذه، حتى إذا كنت مساند للنظام ولرواية أنه المغرب يستهدفنا وغير ذلك. يعني باش تشوفوا القذارة تاع هذا النظام أين وصلت بهم النذالة وأين وصلت بهم القذارة. فالتمهيد هذا يعاود الآن يرجعنا، لأنه التمهيد مرتبط بالمسيرة الخضراء دائما. نعاود نرجع ل 8 سبتمبر. أنا لما قلت الكلام هذا منذ أكثر من الآن تقريبا راهي في أكثر من شهرين،
بأن هناك التحضير لعمليات في المنطقة العازلة، وكان هذا الكلام يوم الانتخابات من الوزير الأول الجزائري. عفوا. وأنتم تعلمون أن هذه الانتخابات تجري في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التوتر والاضطرابات، وقد يكون مرشح إلى التطور بمخاطره وبتداعياته. مرشح للتطور بمخاطره وتداعياته. وانا قلتها وقتها بأن هذه العهدة الثانية هي راح تكون عهدة متلازمة المغرب، أنه المغرب راح يكون من أجل التغطية على كل ما يحدث داخليا من كوارث، عن عجز النظام الجزائري لإيجاد حلول للمشاكل الداخلية، المشاكل الاجتماعية، لتحسين صورة البلد، الأزمات الدبلوماسية. القضية هذه ملف هذا الصحراء اللي خسر فيه كل شيء لأنه راهن عليه منذ أكثر من 50 سنة بملايير الدولارات. وأيضا منذ أيام أصلا من الكلام هذا أكد أيضا في كلام العاهل المغربي محمد السادس الذي تكلم على قضية أن هناك من يبحث بطبيعة الحال. هذه العبارة تاع العالم الآخر اللي صارت الآن يعني علامة مسجلة الآن، بعبارة واحدة سنوات دون أي رد من المغرب، بعبارة واحدة مسح الأرض بالنظام الجزائري صراحة. هذا هو الفرق بين من ينبح ويبكي والعويل منذ 3 ولا 4 سنوات الآن هو النظام الجزائري، وبين من كان صامت الفترة هذه كامل، لكن لما يرد اختار توقيت الرد، وتوقيت الرد سنتكلم عليه، وتكلم على معطيات. لكن هذه الأمور كلها اليوم ما قلته يوم 8 سبتمبر أرواح نشوفوا ما حدث أولا اليوم منذ ساعات، وراح نتكلموا على التفاصيل تاع القضية هذه منذ ساعات. عفوا فقط نشوفوا الفيديو اللي تاع بداية الأمر هذا من الخارج. أولا هنا راكم تشوفوا هذه الصور، وراكم تشوفوا ربما الدخان في الأفق يعني وتسمعوا ربما من بعيد ما حدث. لإعطائكم السياق، احنا رانا هنا في هذه الصور من جماعة المحبس. جماعة المحبس بطبيعة الحال التي هي ليست ببعيد من أقرب المدن على كل حال، وأقرب الجماعات من الحدود الجزائرية من الأقاليم الجنوبية المغربية. بطبيعة الحال هذه جماعة المحبس ليست ببعيدة أيضا على الجدار الرملي الذي وضعه المغرب بطبيعة الحال في أقاليمه الجنوبية من أجل الوقاية من الهجمات الإرهابية لميليشيات البوليساريو. وهنا كان مهرجان شعبي في هذه جماعة المحبس من أجل يعني الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء. المهرجان هذا بين 9 و 11 نوفمبر، وبدايته طبيعة الحال بداية هذا المهرجان هي كانت اليوم البداية تاع هذا المهرجان الشعبي. لكن البوليساريو وميليشيات البوليساريو كانت يعني تنتظر هذا الحدث، ورانا نشوفوا هنا البداية. هنا راهي مباشرة يعني وقت العملية التي نفذتها ميليشيات البوليساريو بقصف. لكن بداية أول شيء، وقبل ما نروح البيان البوليساريو أولا نروح البيان البوليساريو، راكم تشوفوا في الصور حتى هنا مازال ما على بالناش. أنا راح نروح لكم بالتسلسل حتى تعرفوا ما حدث بالتفاصيل المملة. مباشرة وقت حدوث العملية وما يسمى بوكالة الأنباء الصحراوية تصدر بيان. البيان يقول بيان من بيانات ميليشيات البوليساريو: وحدات الجيش الصحراوي تستهدف القواعد الخلفية لجنود الاحتلال بقطاع المحبس. يقول البيان: يواصل جيش التحرير الصحراوي دك معاقل وتخندقات الجيش الملكي الجبان في مختلف القواعد المعادية الأمامية والخلفية. وفي هذا السياق أوضح البلاغ العسكري الصادر عن المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي
أن مفارز متقدمة من جيشنا المغوار، درك نشوفوا الجيش المغوار هذا ما حدث له. نفذت قصفا مركزا استهدف قواعد الجيش الملكي الخلفية قرب بلدة المحبس، حيث خلف هذا القصف خسائر معتبرة بين صفوف العدو. الخسائر كالعادة موجودة، تجدونها في منصات الفيسبوك، اليوتيوب، وتويتر اكس الآن، لأنه في الواقع غير موجودة. لكن نروح نشوفوا الآن الواقع. اليوم رانا في عصر التكنولوجيا، الناس كلهم اللي كانوا في مهرجان هذا الشعبي، احنا كنا نقولوا مهرجان شعبي، الآن نشوفوا الحقيقة في الواقع، من أرض الواقع، ماذا حدث في المحبس ومن كان المستهدف. بطبيعة الحال راح تشوفوا فيديو، أنا الفيديو نعرضه لكم بالصوت، مش كما أنصار النظام الجزائري لما عرضوا هذا الفيديو حذفوا الصوت، وراح تعرفوا لماذا حذفوا الصوت. أرواحوا نشوفوا من داخل مكان المهرجان. سبحان الله، هادو حابين اعتذر، لازم نقطع الفيديو لانه ممكن تاخذ القضيه وقت طويل، لانهم بقاو يرددوا في عاش الملك عاش الملك. يعني هادو الناس اللي يقال بانهم محتلون ويشكرون في من يحتلهم ومئات منهم. بطبيعه الحال مهرجان شعبي كبير في اقاليم الجنوبيه المغربيه في جماعه المحبس، ولكن رايتم في البدايه حالة بطبيعة الحال يعني ذعر وسط المدنيين. له الجيش يتعامل بالطريقة هذه، بطبيعة الحال الجيش لما يقصف يروح مباشرة للمواقع تاعو، عنده طريقة تاع الاحتماء. هادو راكم تشوفوا فيهم مدنيين بلباسهم الصحراوي على العموم، يحتفلون بذكرى، موسيقى، جو بطبيعة الحال تاع احتفال لا علاقة له. نشوف فقط تعليقاتكم لأنني لا أرى التعليقات، عفوا، حتى نتأكد فقط بأنه ليس هناك إشكالية بالبث. لو تأكدوا لي فقط أنكم هنا بتعليقاتكم رجاء، وأن الصوت كل شيء على ما يرام بطبيعة الحال. أوكي أوكي أوكي، يعني كل شيء على ما يرام، ما فيش إشكالية في البث. قلت لكم أنه يعني يشيدون بالملك المغربي، يقول لك الصحراء مغربية، وناس أصيبوا بالذعر لأنهم مدنيين. أنصار النظام الجزائري بعض منهم ينصر الفيديو يقول لك شوف الخوف وشوف الارتباك، ومدني هذا ماهوش عسكري، لكنه في وقت الارتباك وقاعد يصرخ عاش الملك، وقاعد يصرخ بدعمه للملكية. معناتها أنه الحقيقة فوق أرض الواقع أنه هادو الناس في لحظة القصف، أنت وقت تقول لحظة القصف يقول يعني باليش أنا يصرخ صراح مختلف، لا هو قاعد يأكد يقول لك يعني بأنه الصحراء مغربية ويدعم في الملكية، معناتها لا وجود لواقع احتلالي، ومعناتها بأنه ميليشيات البوليساريو تكذب كالعادة، لأنها تقول باللي قصف تاع مواقع عسكرية، وبأنه بالدليل هذا قصف إرهابي. بطبيعة الحال هناك مركز مراقبة لبعثة المينورسو في المنطقة، أكيد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، ولكن واحد يقول لك قبل ما نشوفوا ما وقع بعد هذا القصف والعناصر التي كانت فيه، طبيعة الحال هذا القصف يأتي في سياق أولا كان خطاب الملك المغربي، نعاودوا نسمعوا جزء منه. الصحراء المغربية. ثالثا الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي. وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن. فهناك من أولا بطبيعة الحال هنا الحديث كان من الملك المغربي على هذه قضية قلت لكم العالم الآخر اللي صارت الآن، يعني بعبارة واحدة تقريبا تكفي لتلخيص
هذا الخطاب اللي كان على غير العادة بطبيعة الحال. من غير العادة أنه الخطاب تاع الملك المغربي يكون فيه هذا نوعا ما العموم. مثلا في السنوات الأخيرة كان يقول لك مساء الخير عفوا راني نحاول فقط نتأكد من البث لأنني لا أرى التعليقات. نحاول نأكد فقط من الجهة الأخرى. للأسف هذا هو الإشكالية، دائما البثوث فيها إشكاليات تاع تبليغات. أوكي الآن كل شيء على ما يرام. المهم أنكم أنتم تكونوا تسمعوا كل شيء. قلت لكم بأنه الخطاب هذا كان على غير العادة. يعني في السنوات الأخيرة من قبل كان يقول أنه الجزائر والمغرب تؤامان، كان يدعو الشعب المغربي لضبط النفس وأنه ما يشتمش الأشقاء الجزائريين وغير ذلك. لكن الآن كان الرد على النظام الجزائري، وقلت أنه الرد جاء في توقيت. طبيعة الحال التوقيت هو كان يوم عودة دونالد ترامب، اللي هي كانت زلزال داخل النظام الجزائري، يعني إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الملك المغربي زاد أكد على الانتصارات الأخيرة للمغرب في هذه القضية والاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء. معناتها أنه كل شيء مرتبط بهذا الأمر، هو أنه الانتكاسات، الصفعات، الإدلال الذي تعرض له النظام الجزائري في هذه القضية راهي 50 سنة. راهي ميليشيات البوليساريو تعتبر قضية وجودية بالنسبة للنظام الجزائري، وإبقاء هذه القضية حية. النظام الجزائري يعرف بأنه عمرها ما راح تقوم ما يسمى هذه بالجمهورية العربية الصحراوية، لكن بقاء هذه القضية من أجل تعفين المنطقة، من أجل إبقائها كعقبة في وجه تطور بطبيعة الحال أو تقدم المغرب، لأنه ما عرقل كثيرا المغرب هو هذه القضية اللي تستهلك أموال، استهلكت أرواح في الجيش المغربي بطبيعة الحال، ودمرت المنطقة كليا، خلت المنطقة تاعنا دائما تعيش في هذا الوضع تاع لا استقرار. لأنه النظام الجزائري الآن لما المغرب اتخذ، وخصوصا لما نقول المغرب بطبيعة الحال هو الملك المغربي، لأنه هذه قضية تخص العرش لا تخص أي أحد يعني صراحة. اتخذ يعني مقاربة مختلفة فيها تقريبا عنف التعامل مع بعض الدول. قضية أنه المغرب يرى العالم بمنظار هذه من منظار الصحراء المغربية كما قال، فرض المنطق على إسبانيا بداية في قضية المهاجرين، ثم على فرنسا بأزمة دبلوماسية تاريخية انتهت باعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. كثير من الدول اللي افتتحت قنصليات عامة، قنصليات في الداخلة في مدينة العيون المغربية. يعني تحول كلي وصل الأمر إلى النظام الجزائري صار يقوم بأمور غير طبيعية. راني قلت لكم في الفترة الأخيرة هذه منذ نشر الخارجية الفرنسية مثلا لخريطة المغرب في على موقعها، ذاك الحدث كان خلى النظام الجزائري في حالة من الذهول، يعني غير منتظر. ما حدث في مجلس الأمن أيضا باش تفهموا لماذا التسريع تاع النظام الجزائري الآن في القضية هذه، الوضع اللي دخل عليه تتذكروا طبيعة الحال. Capitaine Holder, nous nous sommes mis d'accord sur un texte qui devait nous être remis 2 heures plus tard, en tant que texte final. Nous avons attendu jusqu'à 5h30. طبيعة الحال الإذلال هذا التاريخي للنظام الجزائري من الدولة الحاملة للقلم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، خلاهم ينتظروا كالقذارة حتى 5:30 صباحا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية مررت المسودة كما أرادت دون إعارة أي اهتمام للنظام الجزائري. يعني قضية لوز الله بلا مواقف تترسم ترسمت في هذه الجلسة تاع مجلس الأمن. معناتها القضية حسمت بشكل يكاد يكون نهائي، ولكن زاد لها وصول دونالد ترامب للسلطة. ولكن النظام الجزائري عنده الآن لهذا هذا التخبط، لهذا هذا التسريع، ولهذا وزير الخارجية المغربي أمس في لجنة برلمانية تحدث عن رغبة النظام الجزائري في الانتقال من الصراع إلى المواجهة العسكرية.
بطبيعة الحال هو لم يحدد القضية أين ستكون، ولكن القضية بطبيعة الحال ستبدأ لا محالة من المنطقة العازلة. وانا قلتها، راني قلت لكم يوم 8 سبتمبر تغريده قلت فيها هذا الكلام بالضبط، انه يستعد النظام الجزائري. كيفاش يوم 8 سبتمبر قلت ذلك الكلام؟ لانه هناك تحرك غير مسبوق من الجيش الجزائري في تندوف، يعني تحويل إلى كثير من القوات هناك، عناصر من المخابرات يتم نقلها إلى هناك، وحتى يعني الآن عملية نقل ميليشيات البوليساريو حتى هم لا يعلمون بالعمليات هذه، يعني المنفذين هم عناصر من البوليساريو، لكن القرار صار يتخذ بشكل مباشر من طرف الجيش الجزائري، يعني بطبيعة الحال عبر قائد الأركان شنقريحة وعبر مسؤولين داخل الجيش الجزائري. لهذا أنا يوم 8 سبتمبر حبيت نعطيكم السياق تاع كلامي ذلك الوقت، واللي الآن تقفون عليه في الواقع عبر ما حدث في المحبس اليوم، بل أكثر من هذا. لما نفذت هذه العملية الإرهابية التي لحسن الحظ لم يقع فيها أرواح في المدنيين في جماعة المحبس، كان العناصر الإرهابية التي نفذت العملية بصدد العودة إلى تندوف، ومن كان في انتظارهم هم دورية من الجيش الجزائري في الشريط الحدودي، معناتها في الرومبلي كما يقولوا لك. الرومبلي ماشي المقصود هو الجدار العازل، لأنه موجود أيضا منطقة رملية لما تصل إلى الحدود الجزائرية، لما تكون داخل باتجاه تندوف. كانت بانتظارهم وحدة كاملة من الجيش الجزائري من أجل إعادتهم لنقطة الانطلاق اللي كانت مخيم الرابوني. من أجل إعادتهم للرابوني كانوا هذو العناصر وهذه الوحدة من الجيش الجزائري، معناتها انخراط الآن مباشر من الجيش الجزائري في هذه القضية. لما يتكلم وزير الخارجية المغربي البارحة عن القضية هذه ويقول لك بأن هناك استعداد، هذا بناء على معطيات يملكها المغرب بطبيعة الحال. وتعرفوا بأن المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يملك بحوزته قمر صناعي عفوا قمر صناعي بطبيعة الحال لرصد ما يحدث فوق الميدان. هذه قضية الأقمار الصناعية تم الاستثمار فيها منذ أكثر من 10 سنوات الآن في القمر الصناعي الفرنسي، وهناك قمر صناعي فيما بعد راح يكون قمرين صناعيين إسرائيليين. معناتها أنه النظام الجزائري انخرط بشكل مباشر. ما حدث وهذه هي النتيجة تاع العملية تاع العناصر الإرهابية، لأنه هذه تسمى عملية إرهابية بما أنها لم تستهدف الجيش المغربي بل استهدفت مدنيين عزل. يعني ما يقدرش النظام، ما يقدرش البوليساريو النظام الجزائري من ورائه يختبئ وراء رواية أنه هذه عملية عسكرية. تم تصفيتهم بضربة جوية من طرف الجيش القوات المسلحة المغربية أثناء عودتهم. بطبيعة الحال الحصيلة غير مؤكدة، هناك على الأقل حسب ما أعرفه أنا وحسب الناس اللي بداوا عناصر البوليساريو يترحمون عليهم، ولو أنهم إرهابيين لا رحمة عليهم بطبيعة الحال. من بدأوا يترحم هذول الإرهابيين تاع ميليشيات البوليساريو عليهم، هم إلى حد الساعة أنا أعرف أنه موجود 3 أشخاص مؤكد أنه تمت بطبيعة الحال أنه تمت تحييدهم والقضاء عليهم من طرف القوات المسلحة المغربية التي ردت بشكل مباشر. والأمر كان حتى نتفقوا أنه مهرجان يتم تنظيمه في جماعة المحبس. جماعة المحبس ليست هذا القضية عندها رمزية، وأكيد أنه المغرب، أنا قلتها من قبل في الشق هذا ليست لي معطيات لأنه هذه القضية تخص المغرب، لكن أكيد أنه هناك توجه يعني في فترة ما، وأنا متأكد من هذا أنه الأمر لم يبقى بالبعيد إلى بطبيعة الحال الدخول إلى المنطقة العازلة بشكل نهائي. لما قرأت لكم وكان الأمر تم التعامل معه بشكل ذكي جدا من طرف المغرب والقيادة المغربية، أنه بدأت القضية بتدرج. حتى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير حول ما يحدث في الصحراء تكلم على بداية يعني فتح الجيش المغربي لثغرات في ما يسمى بالجدار
الرملي من أجل كمراكز مراقبة. وقتها تم استغلال هذه العملية الإرهابية اللي قام بها البوليساريو في السمارة. أكيد أن هذه العملية ستكون لها تبعات، وأن الجيش المغربي سيستغلها، وأن الملك المغربي بطبيعة الحال اللي هو من يعطي التعليمات. قلت لكم أن هذا الملف هو ملف، يعني ملف العرش. يعني هذا الملف منذ بدايته كان قضية تخص الملك ولا أحد غيره. والرؤية هذه والاعترافات الأخيرة والرؤية الدبلوماسية في القضية هذه كل شيء يأتي من القصر الملكي بطبيعة الحال. والنجاحات صراحة كانت متتالية، وهناك أمور أخرى يعني اعترافات جديدة في الأسابيع القادمة والأشهر القادمة. ولكن النظام الجزائري الآن أمام خيارين، ولهذا يعني الحالة من تخبط لدى النظام الجزائري. عندهم فترة يكون فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريزيدنت إليكت، رئيس منتخب لا زال لم يدخل إلى البيت الأبيض. الفترة هذه تمتد إلى غاية القسم، يعني يوم 20 جانفي القادم. النظام الجزائري عنده الفترة هذه من أجل محاولة إشعال القضية هذه بمواجهة عسكرية داخل المنطقة العازلة، ستنتقل لا محالة إلى مواجهة مع المملكة المغربية. هذا الخيار بطبيعة الحال لا يزال ليس مرسم. المهم هم أنهم يتجهون نحو استفزازات في المنطقة العازلة من أجل محاولة إحياء القضية هذه. لماذا؟ لأنهم وكأنهم هذه آخر فرصة لوضع فيما بعد دونالد ترامب أمام أمر واقع. لأنه لما يصل دونالد ترامب إلى الحكم راح أكيد يتجه إلى تعزيز القضية الاعتراف بمغربية الصحراء. هو الولايات المتحدة الأمريكية معترفة أصلا، لكن سينقل القضية إلى الحل النهائي، وربما يتجه إلى عقوبات ضد النظام الجزائري، إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية. لكن لو يكون هذا، لو يصل يعني في 20 جانفي وما يكون ولا شيء، أكيد أن الوضع ما يكونش نفس الشيء. النظام الجزائري المحاولة الآن هي وضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام وضع أمر واقع لما يوصل دونالد ترامب إلى الحكم. طبيعة الحال القضية هذه خطيرة جدا، يعني ما يقوم به النظام الجزائري خطير وخطير جدا. يعني القضية ليست مصدر تعرفوا بأن النظام الجزائري ما عندوش مشكل في الحرب. الخطاب الملكي تاع الملك المغربي والخطاب تاع ناصر بوريطة هو من أجل التحذير، هو من أجل الاستعداد لما يحضر له النظام الجزائري. لكن المغرب بطبيعة الحال يريد تجنب، لأن المغرب دولة سياحية، استقرار المنطقة مهم جدا بالنسبة للمغرب. حتى إذا كانت مواجهة عسكرية بطبيعة الحال المغرب ما عندوش إشكالية تاع جاهزية، عنده تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات. الجاهزية القتالية للجيش المغربي اللي عنده هذه الإشكالية تاع البوليساريو منذ عشريات، يعني جيش عنده جاهزية يعني ميدانية، على عكس الجيش الجزائري اللي صار يعني بالإضافة إلى الفساد اللي ينخل الجيش الجزائري والفساد تاع الجنرالات، صار يعني ليس له الاستعداد الميداني. نتكلم الأسلحة موجودة كعتاد، لكن النظام الجزائري تعرفوا بأنه ما عندوش إشكالية أنه يقحم البلد. يعني لا تهمه أنه تكون له جاذبية اقتصادية. بلدنا اليوم ما عنده حتى جاذبية اقتصادية، معناتها حتى إذا حرب ما عندنا سياحة. الجنرالات ما يهمهمش أنه تنفجر الوضع في الجهة الغربية لأنهم مش معنيين بالأمر. لكن بطبيعة الحال تحول القادم. لهذا قلت لكم أنه صراحة الآن تأكد بأن النظام الجزائري سرطان لشمال إفريقيا، لابد من اقتلاعه. الفرصة قادمة مع وصول دونالد ترامب إلى الحكم مع التغيرات هذه، لأنه راح يجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه. أصلا المنطقة فيها إشكاليات في ليبيا، في منطقة الساحل، مالي، النيجر. راك تشوف أنه المغرب حتى أمام الدول، أمام القوى الكبرى، مبادرة من أجل إعطائهم نافذة على المحيط الأطلسي بالنسبة لدول الساحل، محاولة الدخول في الأزمة الليبية كعنصر تاع وساطة وتاع حل في وقت النظام الجزائري، دعم الإرهاب، تعفين الوضع في المنطقة، النباح هذا اليومي في الهيئات الأممية، يعني فضائح لا تتوقف. معناتها هناك صراحة فرق كبير. وهنا وصلنا
انه من يدعم النظام الجزائري ربما لو كانت القضية داخلية، لكن انك تدعم نظام سيجرنا الى حرب، ماشي حرب تاع سيادة. لو كانت حرب من اجل الدفاع على اراضينا او الدفاع على وجود الجزائر او الدفاع على الشعب الجزائري، ممكن ناس تريد الهجوم علينا هذاك الوقت، ولا واحد يقول لك هذاك الوقت كامل نصطفوا. لكن انه حرب تريد أن تفتعلها في منطقة هادئة اللي هي الأقاليم الجنوبية للمغرب، أنك تحرك الآن على ميليشيات البوليساريو، أنك تنخرط بشكل مباشر. البوليساريو الآن لا وجود له كأداة عسكرية، يعني هو أداة عسكرية في يد النظام الجزائري. البوليساريو القيادة تاعو فاسدة، تنهب الملايير بطبيعة الحال مستعملة من النظام الجزائري، وكاين استفادة مشتركة. لكن عسكريا الآن من يقود العمليات من يستعد إلى استفزاز، أنا نسميها استفزازات، لكن بطبيعة الحال ستجر المنطقة إلى مواجهة عسكرية بين الجزائر والمغرب. صراحة تطورات كارثية راكم تشوفوا في القذارة تاع النظام الجزائري التي تستمر. الموضوع هذا موضوع المغرب في العداء ضد المغرب من طرف النظام الجزائري راح نشوفوا في الساعات الأخيرة سيكون تسريع لا مسبوق. الخطاب الملكي، خطاب الملك المغربي، كان له وقع كبير لدى النظام الجزائري، خصوصا التوقيت. صراحة توقيت الرد يعني لم يكن منتظر، لم يكن منتظر أن الملك المغربي يرد على النظام الجزائري حتى من داخل النظام، يعني لم يكن هذا منتظر. التوقيت مع عودة دونالد ترامب، مع التحولات القادمة، وصول دونالد ترامب إلى الحكم. وصول دونالد ترامب إلى الحكم ماهوش قضية واحد يقول لك ربما أنت راك تدخلها في كل شيء. رانا رايحين إلى عالم مختلف تماما. أول مرة رئيس أمريكي يكون عنده واحد الحرية، لأنه دونالد ترامب هو كان رجع من بين الأموات. على بالكم باللي حدثت مرة في التاريخ فقط، وكانت في ظرف خاص جدا، أنه رئيس أمريكي وقتها كان الرئيس كليفلاند، الذي بطبيعة الحال كانت له فترة حكم ثم خسر الانتخابات ثم عاد في ولاية أخرى. هذه المرة الأولى منذ تلك الفترة اللي كانت في نهاية القرن الثامن عشر أنه يحدث هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية. معناتها دونالد ترامب اليوم وكأنك أمام إنسان أصلا هو ينفذ ما يقوله. ولهذا حبيت فقط نسمعوا، صدقوني أنه نقطة مهمة من رئيس فرنسي أسبق فرانسوا هولاند، السابق عفوا فرانسوا هولاند. على بالي هو إنسان ما عندوش أهمية كبيرة، الآن صار برلماني في فرنسا، يعني ما بقاتش عنده أصلا في الساحة السياسية الفرنسية، لكن قال واحد الكلمات شدتني جدا في Que pensez-vous de la réélection de Donald Trump? Voilà. De l'expérience qui fut la mienne, courte, quant à mes relations avec Donald Trump, j'allais tirer une leçon. C'est que ce qu'il proclame dans une campagne, avec outrance, il le fait avec excès quand il devient au sommet de l'État le président des États-Unis. وهنا أهم شيء قاله فرانسوا هولاند، أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت له تجربة في التعامل مع فرانسوا هولاند، قال لك بأنه ما يقوله ما بمبالغة، يعني ما يقوله في حملة الانتخابية يتكلم على دونالد ترامب يطبقه بمبالغة لما يصل للحكم. هنا راهو يتكلم على دونالد ترامب سنة 2016، احنا رانا امام دونالد ترامب في سنة 2025 لما راح يوصل للحكم. يعني انسان راح يتحرر من كل القيود. اصلا اعترافه بتلك الطريقة، مثلا لما نجيو لشمال افريقيا والموضوع هذا اللي رانا نتكلموا عليه بمغربية الصحراء، كان بشكل صدمة حتى وقت الساحة السياسية الامريكية، رغم انهم ما يركزوش كثيرا على ما يحدث في شمال افريقيا صراحة. لكن وقتها ردود الافعال، يعني دونالد ترامب ما عندوش، لهذا قلت لكم الديمقراطيين عندهم واحد التدرج في اتخاذ القرارات. الان انت راك امام دونالد ترامب ما عنده ما يخسر، خلاص كل شيء بونس، كل شيء ما سيأتي مع، انت راح يطبق البرنامج تاعو وربما اكثر، راح يروح ابعد من هذا. يعني سوزي وايلز اللي تم تعيينها ككبار الموظفين في البيت الابيض، اللي عندها مقاربة البراغماتية تتجلى في شخص مثلها مثل دونالد ترامب يعني.
والبراغماتيه تعرفوا انه الناس اللي عندهم براغماتيه لا تتماشى رؤاهم مع النظام الجزائري، لانه نظام الشعارات الفارغه، نظام الوسط، هذاك اللعب محاوله اللعب على وترين، هذا في وقت الديمقراطيين كان يفيدهم. واصلا دائما النظام الجزائري ما كان مقرب من الديمقراطيين. لكن في وضع شمال افريقيا اكيد انه المغرب هو من كان المستفيد بالبراغماتيه المغربيه التي ستلتقي مع البراغماتيه، ما نقولش الامريكيه لكن البراغماتيه تاع دونالد ترامب. معناتها كل هذا ايام سوداء قادمه على النظام الجزائري. قلت لكم الاشكاليه فقط الوحيده بالنسبه لنا وبالنسبه لشعوب المنطقه هي انه راح يجرنا ربما الى مواجهه عسكريه. قراءتي انه لا محاله ستكون، انا اتمنى انه ما يكونش صراع يعني يعني une guerre à haute intensité، يعني صراع يعني حرب مباشرة، يعني حرب بوتيرة عالية، أنه تكون ربما مواجهة على مستوى محدود. لكن أظن أنه قراءتي هذه بطبيعة الحال في النهاية ليس بناء إلا على قراءة الأحداث، أنه لا محالة ربما للأسف ستكون مواجهة بين البلدين، لأن النظام الجزائري صراحة لا يريد أن يعود للوراء. الحماقات مستمرة، دعم الإرهاب في المنطقة مستمر، دعم ميليشيات البوليساريو راح يكون أكبر في الفترة القادمة، رفع ميزانية الجيش، يعني كل هذه أيضا مؤشرات. وما قلته أنه أصلا كل القوات تاع الجيش الجزائري الآن يتم توجيهها باتجاه تندو في العدد الأخير من مجلة الجيش اللي أشار إلى هذا الموضوع. ستكلمت لكم الموقع الإيطالي أيضا اللي تكلم بمعطيات على احتمالية مواجهة عسكرية بين الجزائر والمغرب. وما قلته أنا يوم 8 سبتمبر قلت لكم بأنه بناء على التحركات الأخيرة للجيش الجزائري هذا مكان. وفقط نقولها في النهاية، روحوا شوفوا ردود الأفعال الدولية بالنسبة للأشقاء المغاربة. الناس اللي أنا قلت بأنه مثلا ما حدث البارحة في أول أمس في أمستردام يعني أمر كارثي بالنسبة لجالياتنا الشمال إفريقية. استعمال الصورة تاع شمال إفريقيا بتلك الطريقة، الناس اللي كانوا يباركوا يقول لك أنه المغاربة خرجوا في هولندا وضربوا الإسرائيليين وغير ذلك ونصروا القضية الفلسطينية، اليوم تلقاو جزء كبير منهم راهم يطبلوا للعملية الإرهابية للبوليساريو في المحبس. إنسان يخدم مصالح شمال إفريقيا أحسن له من توريطنا في قضايا أكبر منا بكثير. لأنه هذيك التركيز تاع أنهم مغاربة في هولندا، رغم أنها ليست حقيقة، ليسوا كلهم مغاربة، كانوا بعض الجنسيات الأخرى، لكن التركيز على المغاربة بالتحديد. ومن بعد تجي لك رواية من ورائها يقول لك لابد من إيقاف التطبيع، لابد من إيقاف صفقات الأسلحة مع إسرائيل. لأنه واحد ما يقول للنظام الجزائري أوقف صفقات الأسلحة مع روسيا مثلا اللي ترتكب جرائم اللي تسمح لإسرائيل بالضرب في سوريا، أو أوقف العلاقات مع إيران اللي ترتكب في مجازر في المنطقة تاعها اللي عندها مشروع سلبي. ولا واحد يقول لك يتكلم على التسليح تاع الجيش الجزائري، رغم انه الناس كلها تتسلح. ولا واحد يقول لك البلدان اخرى توقفوا على التسليح من الولايات المتحده الامريكيه اكبر داعم لاسرائيل في الشرق الاوسط. لكن التركيز هذه القضيه تاع امستردام للاسف الناس لا تفهم هذه الامور. العاطفه تاع بعض خصوصا الناس المقيمين على العموم في اوروبا ما عندهمش علم، الكثير منهم لا يفهم ربما جيدا اللغه العربيه، ما على بالوش بالمنطقه، يمشي بالعاطفة هذه تاع قضية فلسطينية، في وقت أنه احنا عندنا في شمال إفريقيا يعني طبول الحرب تدق في شمال إفريقيا، والناس راهي تتكلم وتناضل على قضية. روح ناضل من أجل القضايا تاع بلدك، روح ضد النظام الجزائري اللي راح يجر لنا المنطقة إلى كوارث لا تحمد عقبى. المهم اخوتي وصلنا النهاية ديال الفيديو. تحياتي لكم، تحياتي للمغاربة والجزائريين الأحرار في أي مكان، في أمان الله وحفظه.